احكي نظام الطيبات اللي هو النظام اللي انا وضعته للتخلص من الامراض، هو نظام استشفائي ووقائي، يعني اي حد هيطبقه من سن 3 شهور لحد سن 80 سنه. طب قولوا لي يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حضرتك بس نظامنا قايم على ان احنا هنمنع شويه فود ستافس من اللي احنا متعودين عليها بناكلها، ونسمح بشويه حاجات. الممنوعات بتاعتنا بتبقى متلخصه في منتجات الدقيق الابيض رقم 1. الدقيق الابيض بكل مشتقاته باشكال، من عند العيش البلدي، الشامي، السوري، الفينو، الفرنساوي، الكايزر والباتيبا، كل انواع العيش دي احنا مش مصرحين ان ناكلها. المعجنات زي الباتيه والكرواسو، الفطير والبيتزا، الجلاش والرقاق. مفهومه خلاص. احنا قلنا المعجنات الايطاليه والمكرونه والباستا و رقم 2 الصودز بكل اشكالها، من عند البيبسي والسبرايت ابيض واسود وكل الالوان، مرورا بالبيريل والامست اللي هم مشروبات الشعير. حتى مشروبات الطاقه دي ممنوعه، كل دي صودا بيفرج. مش فارق معايا دايت ولا غير دايت، الشوجر كونتنت مش فارقه معايا نهائي، فارق معايا ان هي صودا. حتى الالكالاين ووتر ممنوع. كويس. بنمنع اللبن والجبنه البيضاء والجبنه القريش واللبنه، منتجات الالبان كلها والرايب، والحاجات اللي محطوط فيها اللبن حتى ايفن لو باودر، يعني الكريمرز لا. اي مشتقات؟ طبعا اي مشتقات. البيض بكل اشكاله، الفراخ طبعا ممنوعه. اللحمه اخبارها ايه؟ لا احنا لسه ما جيناش للحمه بقى. طيب كده. اللحمه لسه ليها كلام تاني. حلو قوي. مسموحاتنا احنا بناكل عيش كامل حبه. عيش ايه؟ كامل الحبه. يعني ايه ده؟ اللي هو بنقول عليه بالرده بتاعته بالنخاله، نوع توست معين بناكله. يعني عيش معمول في الفرن؟ عيش يعني بس كامل الحبه، مش بلدي، مش بتاع مش بلدي، مش عيش البلدي ولا اللي يعني بتعمل مادته ايه؟ مادته بتخبز من ايه؟ من الحبه الكامله، القمح على بعضها. القمح على بعضها. تمام. الرز مسموح، القمح كشكل فريك او برغل او ما شابه مسموح، الذره سويت كورن وبوب كورن ونفسه الذره كوز ذره موافق عليه، كل انواع الدهون من قشطه وزبده وسمنه وزيت زيتون موافق عليها، الجبن المطبوخه. يعني انت بتمنع الجبنه وبتوافق بده؟ دي حاجه ودي حاجه، دي ماتيريال ودي ماتيريال. تمام. دي خامه ودي خامه، دي كيميكال ودي كيميكال، دي حاجه القصه دي. الجبن المطبوخه كلها مسموح بيها، الكشكافيه، الامنتال، الامسدام، الجوده، الفلامنك، ريكفور. يعني الجبن الصفراء؟ الجبنه الصفراء كلها، كل اللي حاجه هتسيح في الميكروويف انا موافق عليها. كويس. مسموح تاني بالحلويات بقى زي المربى، العسل، الشوكولاتات زي النوتيلا والشوكولاته العاديه. ده مسموح بيه؟ كل ده مسموح بيه. مسموح. حلاوه المولد كلها مسموح بيها ما عدا الملبن والنوجه. الحاجات دي كلها مسموح بيها، يعني مسموح لك بالحاجات السكريه دي كلها، ما عنديش فيها مشكله. العصاير المعلبات كلها مسموح بيها. الفاكهه درجات، عندي انواع، في انواع كلاس اي دي مسموح بيها في اي وقت، في حاجات تانية ما تتكررش كتير. يعني ما عنديش ثوابت غير بس ده في العموم يعني زي ايه؟ الفواكه؟ يعني درجه اولى، يعني في الدرجه اولى التمر. التمر ده يتاكل؟ درجه اولى تمر. طبعا التمر والعنب والتين والموز والبرقوق. درجه تحتيها على طول الفراوله، جوافه من غير بذر. درجه ثالثه بقى ما نكترش منها عشان ليها مشاكل كتيره، المانجا، الخوخ، الكيوي والافوكادو. البطيخ والشمام. لا دول ممنوعين اصلا، دول ما بيتاكلوش خالص، مش تبعنا خالص. لا 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 مش تبعنا اصلا، مش يتعبنا. تمام. خلاص. دي ممنوعاتنا مسموحاتنا بشكل صغير. يعني عايزين نضرب مثال، مثلا اليوم واحد هيمشي على النظام ده، صحي من النوم كل نص رغيف حبه كامله. توستايه اللي هو الحبه الكامله برضه ده موجود في السوق. انا مش خبير قوي في الحاجات دي. موجود. يعني لو الناس نزلت جابته من السوبر ماركت موجود ولا من الفرن؟ موجود. لا السوبر ماركت احسن عشان خاطر بيبقى بيقعد لونج لاستنج شويه عنده. ماشي. تمام. بتاع الفرن هيبقى ليه الطعم اكتر، ملوش الخامه اكتر. يعني بتاع الفرن عايز يخلي الطعم اكتر، فممكن يزود نسبه الدقيق الابيض. والدقيق الابيض ليه عندي مشاكل كتيره، يعني مش مشكلته كالوريز وحاجات زي كده، لا في مشاكل اكبر من كده يعني. تمام. فلو هو هياكل توستايه مع مثلا حته جبنه من اللي انا قلت عليها، جبنه صفراء مع شويه شيبس، برينجلز، ليز، حاجه من الكانتين، او هو حمر بطاطس في البيت على كاتشب ومايونيز
يعرف يفطر طب بس كويس. في سؤال يعني اهم سؤال انا المفروض اساله دلوقتي، الفول اخباره ايه؟ لا الفول مش موجود، البقوليات مش لا موجوده لا أصلاً. ده ازعل منك قوي. وكلنا لا زعلنا. حل دي. كلنا زعلنا. الفول. الفول سبب مشاكل القولون كلها، بما فيها سرطان القولون اصلا. طب نعمله لا بالمصفى؟ لا هقول لحضرتك على حاجه، في حاجه اسمها انيميا الفول. لا طبعا. دي سببها ايه؟ لا ما عندي وانا مش دكتور. طب انا مش هقول عنها كلمه وحضرتك قول لي رايك في الفول في الاخر. كويس؟ تمام. الفول في ما اظنش ان انت تقدر تغير رايي في الفول الحقيقه، بس هسمعك. انت طب دكتور. هقول لك راي تاني، راي ربنا. اتفضل. واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع صحيح. لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. بس هو ادنى مش يعني ادنى الطعام، ما قالش ادنى وافضل، ادنى الطعام، هذا يعني هو ادنى الطعام. موجوده طبعا. تمام. وضربت عليهم الذله والمسكنه. هنا الحته دي، لا هي الحته دي حضرتك برضو، ما هو بعد انا ما خلصت السيستم. لا يعني افهمتني. لا مفيش مانع. لا مفيش مانع. المقصود لانك انت لما تاتي بالقران الكريم ما يقدرش يتكلم. لا انا في حاجه هنا هقول ادنى بالذي هو خير، مظبوط، الايه بتقول كده صريح. هي انا بعد ما خلصت النظريه يا محمود بيه حصل حاجه غريبه قوي. بدات تطلع لي ادله قرآنية أنا ما كنتش عمري ما شفتها. خلاص فأنا بقيت مستقر نفسيا بعد كده. يعني بعد أنا ما خلصت الدراسة بدأت أدور في الأثر بقى، النبي كان بياكل إزاي. بس هو شوف أنا مش عايز أخش معاك في الحكاية، بس الحكاية تفسير القرآن دي قصة تانية، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم أنا جايب لكم سمان وجايب لكم من وسلوى حضرتك بص أقول لك وأنتوا عايزين تاكلوا فول. لا استنى بس. إنما يعني مش معناه إن الفول حاجة وحشة. لا أنا هقول بقى كلمة. لا ده حوار اتنقل من 6000 سنة بتفاصيله. يبقى ما نخبوش ونغفل عنه. لا ما اقصدش بس لا هو اوكي خلينا تفسير القرآن ده ماشي. نتركه لرجاله. انا بقول علامه. لا مش هنسيبه برضه. لا مش هنسيبه لرجاله، لان رجاله ممكن يكونوا يغفلوا عنهم لانهم مش اصحاب يعني انا متوقف عند الحته دي شويه، بس يعني اوكي ماشي. تمام. الفول ممنوع. هو البقوليات كلها واللوبيا والفاصوليا والبسله بالجزر والحاجات دي كلها ممنوعه. هتلاقي واحد بقى يقول لك طب والطعميه؟ الطعميه بتبقى لا ما هي فول برضه مش عايز. لا هتبقى بالنسبه لي درجه اعلى من الفول. ما انا بقول لحضرتك ايه، الخضار عندي متقسم حسب ايه، الالياف اللي جواه، قشرته، كميه الكلوروفيل اللي فيه، هيتهضم ولا لا. يعني الورقيات عندي درجه تانية. يعني ايه؟ يعني رقم واحد البطاطس دي انا بحطها بيست اوف ذا بيست في الخضار، بحط تحتها بقيه الجذريات. القلقاس ممنوع البطاطس؟ لا مسموحه البطاطس. البطاطس مسموحه، الوحيده اللي مسموحه تقريبا بالنسبه لي. يجي تحتها القلقاس، بعديه الكوسه، بعد الكوسه تيجي الباميه، بعد كده تبدا الحاجات تتلخبط جنب بعض بقى. يعني انت عندك مشكله مع الفاصوليا الخضراء؟ لا الفاصوليا دي بقوليات يا بيه، دي ادنى الطعام، فدي تحت خالص، دي مالناش دعوه لسه ما ذكرناهاش اصلا. اللوبيا ما دي تحت برضه. يعني تحت موجوده ولا مش موجوده؟ لوبيا والفول والحاجات اسمها ليجيومز، بقول. البقول مش في حساباتي اصلا، دي مضره، دي بتطلع فضلات مثيره للجسم، بتطلع توكسينز بتكسر كرات الدم الحمراء يوميا، فما ينفعش تبقى غذاء للبني ادم اصلا. حضرتك فاهمني؟ يعني انيميا الفول دي قصتها ايه؟ هقولها ببساطه ويا رب بس المشاهد يفهم. في انسان عنده انزيم ناقص اسمه G6PD، كويس؟ الراجل ده ياكل الفول من هنا او اللوبيا او ما شابه، يكسر كرات الدم الحمراء فيجيله انيميا فيحصل له مشاكل. تمام؟ الفول بس؟ لا. هو الفول والسلفا والاسبرين. الثلاثه دول بيعملوا ستريس عنيف على الجسم. الجي 6 بي دي ده اللي هو ناقص ده بيطلع اهم انتي اوكسيدنت في كرات الدم الحمراء. عظيم؟ الراجل ده ناقصه ده، فالمفروض ما يتعرضش للستريس، فما تاكلش فول، ما تاخدش سلفا، ما تاخدش اسبرين. طب انا راجل سليم ما عنديش ده ناقص، لو كلت دول هتعب بس مش هتكسر كرات دم حمراء يعني مش هيجي لك انيميا انت تحت نفس الاستريس بس هتاثر على الجسم طبعا. ده غير فضلاتها بقى هي نفسها على القولون. القشره دي مش معموله حضرتك تعرف تهضمها اصلا، والا ما كانش. وحتى لما قلنا ادنى الطعام انا كنت مقصوده، هو فعلا ادنى الطعام ومش معمول للبني ادم. ومفيش حد بياكل فول قولونه كويس، مفيش حد بياكل فول نومه كويس. طيب نيجي لحد بيشتكي من بعض الامراض، لان انت اتكلمت بصفه عامه وبدا يسمع كلام حضرتك ويمشي على الروشته الغذائيه دي، يحس بعد قد ايه؟ 6 ايام.
كم؟ 6 ايام. تروح من عنده الالم اللي بيشتكي منها نبدا لا، هو كل حاجه ليها تايم ليميت. طب يعني هنبدا بجهاز انا بطرح السؤال عشان حضرتك توضح لي. ارتجاع مريء 3 ايام، قولون عصبي 6 ايام بالكتير، الام الجسم خلال 10 ايام، النوم وتحسن الارق خلال 8 ايام، الكبد الدهني خلال 3 شهور، الام الجسم المبرحه خلال 14 يوم، وهكذا. طيب اللحوم والاسماك؟ اللحوم والاسماك درجات برضو حسب الالياف. فطبعا رقم 1 على الاطلاق اللحمه الضاني، انضف حاجه هي والاشباهها. الضاني انضف حاجه على الاطلاق طبعا. مش البقري؟ لا البقري اخر حاجه. البقري اخر حاجه، يعني الضاني والجديان والحاجات اللي شبهها والشاول كده والماعز وكده. خرفان. ورقم 2 بعديهم على طول الكبده بقى مع مختلف منشأها. كبده عظيمه. طبعا، بس مش فراخ، يعني كبده الماعز، كبده الجمل، فراخ لا. طبعا. رقم 3 وبالتساوي الجملي مع السمك، بس السمك اللحم الفلاش. يعني قشر بياض مثلا؟ مش جمبري وصبيط، دول ممنوعين اصلا. الجمبري والصبيط حاجات البلاستيك دول ممنوعه، ما ناكلهاش. طب والسمك اللي اكلنا اللي احنا بناكله البوري البوري لا، البولتي يمشي شويه. ما كويس، متشكرين. او البولتي ده شعبي بتاع الناس. والماكريل ممكن، اللي هو الفروزن ده برضه يمشي. يعني يمشي، يعني الحاجه اللي متغذيه بحر تمشي كويس. البحر احسن من النيل؟ طبعا، والمزارع لان هو طبعا معروف البحر احسن من النيل. بس النيل كمان فيه سمك حلو. بس بقى انت ما تضمنش هو واكل ايه السمك. دلوقتي في مشكله حضرتك، اللحم اللي انت هتاكله هيتاثر بانت هو الحيوان او اللي انت بتاكله ده واكل ايه برضه. تمام. فانت اكيد عارف موضوع المزارع والحاجات دي، لا الاكل فيها مش ايوه، ما هو البني ادم الاكل اللي بياكله. البني ادم عباره عن ايه؟ فاحنا بنحط الضاني، بعديها احنا قلنا الكبده، بعديها الجملي والسمك، بعد كده البتلو والطيور. اللي هي الطيور بقى الحمام واليمام اللي هي اللحمه الحمراء. البتلو حمراء، يعني حضرتك قصدك ايه؟ ما فيهاش دهنه؟ في لحمه حمراء كده بيسموها البتلو. انا يفرق معايا في اللحمه الفايبرز ما تكونش طويله وما تكونش خشنه وتكون ناعمه زي السن والموزه والحاجات دي. تمام يعني الحاجات اللي هي يعني اذا اللحوم عموما ما فيهاش مشاكل. ما فيهاش مشاكل اصلا، وهي مذكوره في القران بنصها يعني. ربنا فصصها بنصها. طبعا. الابل والضأن والبقر وهكذا. وتاكلون. بعد كده بعد البتلو دي تيجي بقى البقر، اخر حاجه اللي هي الكندوز اللي بنسميها بقى، اللي هي الفتله بتكون تخنت شويه، دي بتبقى صعبه قوي في الهضم عشان البقره كبرت. وحضرتك لو خدت بالك انا دايما بميل للاكل اللي هو سهل المضغ، يبقى سهل الهضم، يبقى سهل الاستفاده من الحاجات اللي فيه، يبقى سهل التخلص من فضلاته. حضرتك فاهمني؟ فجسمك يعرف يتعامل معاه. احنا الورق انا منعه ليه؟ زي ورق العنب وكده، ربنا خلق لنا العنب ناكله، لكن الورق انا ماكلوش، الورق غيري ياكله. الاخضر ده مش مفيد ليا. الورق الكبير ده اما يتحط، وحضرتك تخيله كده بعد ما تفرمه في المفرمه عمره ما يبقى سايل. احشي بيه حاجه هيسدها. ورق العنب، كل الورق طبعا، جرجير، ورق العنب والكرنب والحاجات دي كلها، حتى الخس والحاجات دي. طبعا ممنوعات الورقيات دي مضره جدا للقولون، قاتله. طب واللي قولونه كويس هيتعب طبعا. يعني مش هقول لحضرتك على حاجه، احنا كده بالكلام فرانكلي سبيكينج، بره النظام اللي احنا بنتكلم عليه بممنوعاتنا ده مفيش حد ما بيشتكيش. حضرتك فاهمني؟ يعني كان احنا حطينا المبدا ده وعايزين حد يعني نحاول نكسره. بره النظام اللي انا حكيته بالنص، يعني اللي بيشرب لبن ظهره بيوجعه، اللي بياكل فراخ بيجي له بانيك اتاكس على طول، نوبات هلع. طيب احنا نعرف ان حضرتك ليك راي كمان في الميه، رايك اللحمه ده عجبني كويس. عجبك؟ يعني ناكل خرفان واحنا مرتاحين. ايوه بس مش كل، اذا توفروا، بس اذا توفر معاك الفلوس، لان البروتين بالنسبه لي مش فيرست ديش، يعني مش رقم واحد في الطبق في المائده. البروتين؟ لا ده اخر واحد. طب ما انت شلت الفول وشلت البيض. حضرتك ما انت عندك توست او عيش وعندك جبنه وعندك بطاطس، حضرتك عايز ايه تاني؟ يعني عندك رز وعندك شوربه، مش لازم لحمه اصلا. بص حضرتك، سيدنا يوسف لما خزن ايه؟ حبوب. ليه؟ مع ان ملك مصر قال له 7 بقرات بياكلوا 7 بقرات، ما قالوش الثروه الحيوانيه في انحدار وهنخزن بقر، قال له لا. فقال لك ما زرعتم فذروه في سنبله. الحبوب حبوب. فالحبوب هي اصل البروتين العضلي والبروتين الذهني ونمو الشعر. صحيح، الغلال مظبوط. ايوه مزبوط. حتى زكاه الفطر حبوب، ما حدش قال نطلعها لحمه عشان نطلعها كلنا. فالحبوب اصل الاكل، احنا بعدناها من الترابيزه وقلنا الخضار اهم.
كده وقعت في مطب اولاني، رجعت بعد كده زقتها تاني وحطيت اللحمه قدامك، وقعت في المطب التاني، بعدت الحبوب قدامك، مع ان الحبوب دي هي فيها صحتك وما فيهاش ضررك. اللي هي بقى الحبوب دي ممثله 3 حاجات: العيش اللي هو الحبايه كامله، رز وقمح وذره، 3 حبوب. مكرونه دي ما موضوع ملوش لا دعوة. مفيش مكرونه. مفيش مكرونه. مفيش مين مكرونة جاب سيره أصلاً. المكرونه؟ مفيش مكرونه اصلا. امال ايه حكايه الميه معاك؟ ما انا يا جيت دكتور؟ اعدها، حضرتك وقفتني قلت لي ما تعدش مفهوم الدقيق، فسكت. قلت بقى لا يعني ما هي مفهومه. خلاص يبقى مكرونه ايه بقى؟ انت بترفض العيش، يبقى هناخد المكرونه لا. اللي متصنعه وداخله مكنه. لا ده بقى ما حضرتك بقى باينة. هنا بقى بتوع الدايت وبتوع الدكاتره يقول لك ايه 5 معالق رز او 5 معالق مكرونه سوا الخلق بالتصنيع، ودي اول غلطه. سوا الخلق بالتصنيع، ما هو دلوقتي الرز ده خلق ربنا كويس، والمكرونه دي تصنيع، ازاي تساويهم ببعض تحت اسم كربوهيدرات؟ ما هو انت حطيت معادلات وحطيت اسامي وكالوريز وسعرات، حولت الموضوع لمحاسب يعرف يعمل وجبه. لا، احنا مصنع هرمونات، عندنا مصانع كتير تحت اداره عليا، يعني التوفير مواد الخام عندي مش هتلزمني ان انا ابني حاجه معينه. بمعنى اللي بيلعبوا حديد وبيشيلوا بتاع بياخدوا امينو اسيدز، توفر الامينو اسيدز كتير في الجسم مش هيجبرني كجسم اعمل عضلات. انا عندي اراده، صح ولا مش صح؟ هو ده اللي بتتحكم في ده. توفر مواد الخام مش هتجبرني. يعني المفروض البني ادم لما بيعرف ايه المضر وايه المفيد يبقى عنده اراده انه ينفذ. يعرف ازاي بقى ايه المضر وايه المفيد؟ يعرف احنا ماشيين على توصيات اللي قبل كده. لحظه، يعرف بالمتخصصين وابحاث جديده بتطلع. لا هنا نقف. الجهاز الهضمي الجهاز الوحيد اللي ربنا خلقه تحت ادارتك المباشره، تمام؟ عندك مدخلات ومخرجات، ومش محتاج دكتور يقول لك ايه المفيد وايه المضر. الانسان اتخلق في الاول بدايته بيشيل من الارض ويشم وياكل. طيب خلاص نعمل كده من اول وجديد. بتاكل جرجير، قولونك بعديها فيه غازات وتقلصات يبقى بيتعبك، اركنه. بتاكل عيش بعديها في تلبك معه يبقى العيش فيه مشكله، مش انت اللي فيك مشكله. انت عبت الصنعه ما عبتش المصنوع. لا الصنعه اكيد الصنعه رباني وعندها قدره تجدد نفسها كل يوم، بس اديها فرصه. وده اللي انا بعمله. انا نظامي قايم على الامتناع. امنع ده خفيت. انا ما قلتش يا جماعه احصى، والتجربه سهله، ما قلتش استورد دواء من السويد يعني، صح؟ اوكي. امتنع عن ده وده. ما تسويش العيش البلدي لان ده دقيق ابيض صرف. وسبب كل الامراض اللي عندنا. ما هي الفرضيه في الاول بتقول ايه؟ منين انا باكل كل ده ومتكامل العناصر الغذائيه ولسه مريض؟ انا مش فاهم. ما الدكتور فلان قال الخضار مهمه فاكلته، وقال اللحمه مهمه فاكلتها. يعني هو في امراض بتبقى موجوده في الجسم خلاص يعني. هقول لك عليك على حاجه، ربنا ما ضرب مثلا الامثال بالامراض، يقول لك ايه؟ البرص والعمى والصلع، ويقول لك ايه؟ ابرص القريه، يعني واحد في القريه عنده برص. النهارده احنا البهاء منتشر انتشار النار في الهشيم. حضرتك فاهمني؟ يعني المرض موجود بس نادر الوجود. حتى ربنا ما جه قال لك فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده. قال لك انا عندي عيان بقاله 30 سنه عنده سكر ما صامش ولا رمضان. ليه؟ سيدنا ايوب، ده سيدنا ايوب قعد 18 سنه، تقول انت 30 سنه ليه يا استاذ محمود؟ بس ده كان اعتراضي على الموضوع. اوكي. طب ايه الميه؟ لا الميه على قد الشرب بس. ربنا بيقول في الدايت كلمه واحده: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. اشربوا ايه؟ ميه، لا تسرفوا. يبقى مفيش حاجه 4 لتر و2 لتر. اعطش اشرب وعلى القد. ربنا بيصومك 30 يوم في رمضان، بيعطشك ليه؟ طب الاكل كان زمان بيقولوا لنا عشان تحس بالفقير. طب العطش ليه يا رب؟ لا، مقصوده عشان الخليه العجوزه تموت، اما تجوع وتعطش تموت. ايه الخليه العجوزه دي؟ الخليه انت جننتني النهارده عفرتني. ايه الخليه العجوزه دي؟ الخليه ليها سايكل، لايف سايكل بتبدا. الخليه عجزت. فقبل ما تعجز بيجي لها اوردر. يا تنقسمي انقسام هيلثي يا تموتي، فادينا اعملي ريباكينج للاورجانيلز اللي جواكي عشان نعبيها ونعمل لها خليه جديده. يا اما بقى تعجز ويجي لها نيكروزس، تموت بقى مخنوقه كده. حضرتك فاهم؟ ما جالهاش الاوردر، هي مش قادره تنقسم، فهي تسرطن يا تعجز يا تسرطن. يا ساتر يا رب. فتلاقي ايه؟ الراجل جلده يتشقق وهنا فده عجوز. يا اما يجي له سرطان، ما عندهاش حل تاني. فربنا بيقول لك ايه؟ اعمل بقى. ودي نظريه دي اسمها الاوتوفاجي او التهام الذات. الخلايا بتموت نفسها بالادب.
بامر احتضار ايوه الجسم بيتجدد على طول. بيتجدد على طول. تعرف بقى منين الكلام ده؟ من الايدين دي. الايد ناعمه يبقى الخلايا دي نظيفه، يبقى الكبد نظيف. تحت العينين اسود، الكبد مش مظبوط. النبي قال من صام منكم فافطر فليفطر على رطبات، فان لم يجد تمرات، فان لم يجد حسوات من ماء. صحيح. سبس حسوات مش اربعات. لا وهو الشرب على طريقه الرسول معروف. 3 حاجات. نقطه وقال كده ايه؟ ونقطه كده. لا تعبوا الماء عبا فان فيه الكباد، ودي حقيقه. مفيش حد بيشرب ميه كتير غير تحت عينيه اسود وعنده اكتئاب بالمناسبه. هو قدامك قدام المشاهدين، خد تصريح. بس اعمل